السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه انا من الحوالي وفيديو جديد. فيديو اليوم كما كتشوفوا عندي هنايا عندي هذا الكاس. هذا غادي نوريكم كيفاش غادي نزينوا قشور ديال البيض. هذا الكاس هذا ديال اتاي اولا ديال القهوه. مثلا بقى لكم كاس مبقيتوش كتستعملوه وبقى لكم غير واحد من مجموعه ديال الكؤوس، وغادي نوريكم كيفاش تقدروا تزينوه بلا ما ترميوه بطريقه بسيطه ومتواجده في اي بيت. عندي هنايا قشور هذه ديال البيض، هنايا نشفتهم حيت لهم ديك القشره اللي كتكون فيهم هنا لداخل، ديك القشره البيضاء، ودرتهم حتى نشفوا مزيان. تاكدوا بانهم ما يبقاش فيهم داك الماء، مابقاوش طريين، يبسوا مزيان. وعندي هنايا هاد الفرشاه هذه، عندي هنا لصاق خاص بالخشب، كولا بلانكا راه معروفه متواجده عند دروغري. المهم غنحتاج غير كميه قليله باش غادي نلصق قشور البيض على الكاس هذا. والصباغه باش غادي نصبغهم، عندي هنا هاد الصباغه هذه ديال الزاج، كتقدروا ديروا اي صباغه عندكم، ماشي ضروري ديال الزجاج. حتى الصباغه ديال الاظافر حتى هي يمكن لكم تخدموا بها، المهم على حسب اللون باش بغيتوا تزينوا. انا عندي هاد الصباغه هذه هي اللي غادي نخدم بها. المهم غادي نوريكم حتى الصباغه ديال الاظافر الا بغيتوا حتى ديروها. مثلا عندكم هاد الشكل هذا اللي فيه البايات، هو كيجي زوين بهذا الشكل هذا. المهم هاد الاشكال هادو ديال الصباغه كيعجبوني وكنشريهم بعض المرات كنحتاجهم، وحتى الشكل ديالهم كيكون زوين، حيت ما غاديش نحتاجو غادي نغسلو هاد الكاس هذا، غادي نستعملوه كديكور، ما غاديش نعرضوه للماء. المهم تابعوا معايا الطريقه بسيطه وسهله. وهذا البيض راه متواجد في اي بيت، ماشي شي حاجه اللي غادي تجيكم صعيبه. اولا كناخذوا الكاس ديالنا، غادي ناخذ القشور هادو ديال البيض، كنحاول نهرسهم هكا طروفه كبار تقريبا. هنا عندي واحد جوج بيضات، المهم راه كافيين باش غادي تزينوا الكاس. نحاولوا نهرسو هكا طروفه كبار صافي. غادي ناخذ هاد اللصاق هذا، ضروري تكون اللصاق خاص بالخشب. المهم هنا كندهن غير البلاصه اللي غادي نخدم، من بعد ما نكملها عاد ندير البلاصه الثانيه. كنشد هذا البيض هذا كما كتشوفوا، كنحاولوا نهرسوه يكون طروفه صغار بحال هكا. نوريكم مثلا هاد القشره هذه، تاكدوا بانها ما تكونش في البيض، حيدوها قبل ما تيبسوها. كناخذ طرف مثلا قد هكا، ما نهرسوش البيض. هاد القشور هادو يكونوا طروفه صغار، كنخليوه هكا طرف وكنحطوه على هاد الشكل وكنضغطوا عليه باليد ديالنا، هو كيتشقق فوق الكاس، كيعطي منظر زوين بحال هاد الشكل. طريقه سهله ممكن اي وحده ديرها، ماشي شي حاجه صعيبه. مثلا هذا كما كتشوفوا غنحطو حداه، طريقه عشوائيه. راه كيبان لكم ما محطوطش كامل على الكاس، كنضغطوا عليه بيدينا بحال هكا كيتشقق، كيعطي هذا المنظر هذا. المهم حاولوا تخليوه طروفه كبار بحال هكا على هذا الشكل. نتمنى يكون واضح. بحال هكا غادي نستمر على الكاس ديالي كامل حتى كنكملو. هانتوما كما كتشوفوا
كتبقى لكم بلاصه فارغه ماشي مشكل، من بعد راه كتغطى بالصباغه، غيبقاو دوك الجوانب خاويين. صافي كنستمر عاوتاني ندير هنا اللصاق ديالي حتى كنكمل الكاس ديالي كامل بهذه الطريقه. هذه مثلا طرف كبير كنقص منها شويه. هنا كتبان لكم قشره د البيض مبوقه داخله، كنحطها بحال هكا، من بعد كنضغط عليها بيدي كتلصق على اللصاق بحال هذا الشكل. شفتوا كيفاش كتجي؟ جربوها غادي تجيكم ساهله. المهم انا نستمر على الطريقه كامله حتى نكمل، ومن بعد نرجع نوريكم التتمه. غادي ندور ومن بعد غادي نبقى نطلع حتى نكمل الكاس ديالي. ولا بغيتو ديروا غير النصف ديالو تا هو يمكن لكم ديروه، المهم على حسب الرغبه ديالكم. المهم هذا هو الكاس من بعد ما كملته كيجي على هذا الشكل. كنحطوا البيض بطريقه عشوائيه، واخا كيبقى لكم هذا الفراغ هذا ما بين قشره وقشره. المهم من بعد ما كديروا الصباغه كيعطي واحد الشكل زوين، حتى لا حطيتوا الشمعه كيبقى يعطي داك الاضاءه ديالها كتبان في هاد الفراغات هادو. المهم قلت لكم في الاول ما كديروش اللصاق كامل على الكاس عاد كتبداو تلصقوا، حيت راه كتنشف دغيا. كديروا واحد البلاصه حتى كتكملوه، من بعد عاد كديروا البلاصه الثانيه وانتم مستمرين حتى كتكملوا الكاس ديالكم. هذا كملتو، درت لكم هذا تا هو هذا الكاس هذا ديال الشوكولات اللي كيكون فيه الشوكولات. المهم كديروا اي كاس عندكم ماشي ضروري هذا النوع، المهم كتستغلوا عوض ترميوهم اولا، المهم كتديروا بهم شي حاجه اللي زوينه والشكل ديالها كيجي زوين. هانتوما هذه ما عمرتهاش مزيان، خليت داك الفراغ كبير ما بيناتهم. هذه غير الصباغه ديال الاظافر جربتها، هذه باقي ما نشفات مزيان. المهم وحده غنجربها لكم بالصباغه ديال الزجاج، وحده غادي نديرها بهاد الصباغه ديال الاظافر. الا عندكم هاد الصباغه وما عندكمش هذه ديال الزاج قال لكم حتى هذه تخدموا بها، كيجي الشكل ديالها زوين. راه كاينه في الالوان، كاينه هاد المهم كاين هادو اللي فيهم البريو هذا او البايط، كاين فيهم الالوان، وكاين دوك العاديين اللي ما فيهمش هاد البريو حتى هما ديروهم. المهم عجبوني هادو خديتهم، كان المهم كيعجبني الشكل ديالهم، بعد اختارت كنستغلهم كنخدم بهم حتى هما كيجي الشكل ديالهم، غير هما ما تعرضوهمش للماء. دابا غادي نوريكم كيفاش غديروا الصباغه. المهم نحيد هذا عندي هذا اللون هذا التيركوا، غادي ندير التيركوا مع هذا الفضي. بغيتو ديروا لون واحد كديروا لون واحد، المهم على حساب الرغبه ديالكم اللون كيبقى لكم كديروا اللون اللي بغيتو. غادي ناخذ واحد الطرف ديال البونج، كناخذ غير شويه وكنبقى ندير بهذه الطريقه هذه بلا ما نحتاج الفرشه، غير بالبونج كنبقاو نضغطوا هكا. صراحه كيجي رائع هذا الشكل هذا، غير جربوه ما غادي تخسروا والو. ماشي شي حاجه كاع الا ما صدقاتش لكم، راه ماشي شي حاجه اللي غادي تبقى فيكم
القشور البيض من بعد ما كتاكلوا البيض راه غير كترميوهم، علاش حنا ما نديرو بهم شي حاجه اللي كتجي زوينه وراقيه في نفس الوقت. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجي زوين. فكنحاول نغطي كامل هاد القشور البيض. الا درتو صباغه الاظافر مثلا وبقى لكم داك القشور كيبانوا، ديروه باللون واحد كامل باللون الابيض، ومن بعد عاد ديروا اللون الثاني. هانتوما اش كيجي الشكل ديالو. انا غادي ندير هذا اللون الفضي غير باش نديرو على شكل ديكرادي. كما كتعرفوا اللون الفضي كيجي مع التيركوا زوين. غندير غير شويه بحال هكا، كنبقى نحاول ندخلو هكا على شكل ديكرادي، ولا حتى كندير اللون هاد التيركوا عاد كندخل هاد الفضي كندخلو فيه. المهم انا غنكمل بهاد التيركوا كامل بهذا الشكل. غادي نخدمو كامل على هاد القشور هادو كاملين، ومن بعد عاد غندير اللون الفضي من فوقو على شكل ضربات، ما غاديش نديرو كامل. الا بغيتو تخليوه هكا عادي كتخليوه. المهم انا عجبني غندخل هذا اللون هذا باش كنعطيه واحد الاضاءه. نحاول نزيد واحد شويه. نحاول ندير هنا واحد شويه الفضي يعني في الراس ديال الكاس، في الفم ديال الكاس غادي ندير هنا في الفم ديال الكاس غادي نفتحو شويه بهذا اللون هذا. والشكل ديالو كيفاش كيبان من الداخل، كيبان ابيض. هنا الا بغيتو تا هو تصبغوا يمكن تا هو ديروا ليه الصباغه. المهم انا نحطو هنا من بعد ونقادو. هذا اللون تا هو الا بغيتو ديروه هاد الصباغه هذه ديال الاظافر. انا عندي هاد التيركوا هذا، شوف اللون ديالو كيفاش كيجي. كديروا على هاد الشكل، من بعد كتخدموه بالبونش باش كيجيكم ساهل. على هاد الشكل كتحاولوا تضغطوا باش الصباغه كتغطى كامل على القشور بحال هاد الشكل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما درت هاد الصباغه هذه ديال الاظافر كامل على هاد الكاس، عاد هزيت هذه اللون الاصفر كانت عندي، هي ما فيهاش البايط بحال هاد الصباغه هذه. المهم حتى هي كتقدروا تخدموا بها، ماشي ضروري هذه اللي فيها هاد البريو.
صافي كنديرها على هذا الشكل. انا درت الذهبي، هذه درتها بالفيض ديال الزجاج، وهذه غنديرها بالذهبي. المهم نتوما كديروا كما قلت لكم اللون اللي بغيتو. كنديرها هكا ضربات. ها هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، كيجي الشكل ديالها رائع. بعد ما كتحطوا فيها الشمعات كيبان الشكل ديالها. يمكن لكم تحطوها بلا ما تحتاجوا ديروا الشمعه، غير ديكور. كديروها بالفرشه ديالها، عاد من بعد كتبقاو تضغطوها هكا بالبونش باش كتوزع مزيان على كاس. نتمنى خواتي هذا الفيديو هذا يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه. حاولوا تجربوها. الادوات كلها متوفره في اي بيت كما كتشوفوا. تقدروا اي حاجه تستغلوها وتخرجوا منها شي حاجه اللي زوينه. نتمنى اخواتي الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي لايك وتبارطاجيو. مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.